السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه رمضانيه سهله واقتصاديه. هذه الوصفه خبيها لشهر الفاضل، بما انه مقناش بزاف ان شاء الله ويدخل علينا وعليكم بربح ان شاء الله. جبت لكم هذه الوصفه اللي هي سهله واقتصاديه، ما فيهاش مكونات بزاف، وهي لهذول باكيت ولا بطاطا معمره بالسلق والدجاج. اش نعملو كما كنت تشوفوا فيا هنا؟ بديت نخوي البطاط تاعي في الاول كما شفتوني كنت نخوي فيها بالخدمي، ما ساعدنيش. حطيته جبت معلقه صغيره وبديت هكذا بالمعلقه، ساعدتني خير وخير. كما كنت تشوفوا فيا هنايا راني نخوي فيها ونحط على جانب. وهنا الكميه تاع البطاطا نتينا وافراد العائله تاعك. هنايا انا عملت لا كونتيتي اللي تكفيني وتكفي وليداتي، وانتينا تانيك شوف انتينا شحال في الدار باش تنجم تعمل لهم الحبات نتاع البطاطا و وباش كما نقولوا حنا تكفيكم. الحاجه الاولى نعملوها نمشي نقطع هنايا البصل. هذيك البطاطا انا كنت نسيت هنايا نرشها بالملح ونقلبها باش تطلع لي شويه الماء تاعها، باش كي نكون نقلي فيها ما ديرونجينيش. تانيك حاجه واحده اخرى، هنا البطاطا انا هنايا قليتها. هنا البطاطا هذه في هذه الوصفه قليتها جات بنينه. كيما الناس اللي ما تحبش القليه ما تحبش الزيت بزاف وكامل، تنجم تعملها كما نقولوا حنا في كسكاس ولا في هكذا في قلال وتعملها تبخر. هي الكو باينه باللي تبدل حاجه المقليه حاجه مبخره ماشي كيف كيف. ليسونسيال الناس اللي ما تحبش الحاجه المقليه ما تحبش الزيوتات بزاف تنجم تبخرها. كما كنت تشوفوا فيا انا نقطع في البصل رقيق رقيق باش هنا نروح نعمل باش نمشي نعمل فاخس تاعنا. هنا جبت غير 4 صدر تاع الدجاج. بهذه الوصفه هذه تحتاج غير 4 صدر تاع الدجاج، ما تحتاجش بزاف تاع الدجاج. كما كنت تشوفوا فيا هنا نقطعو تاني هو رقيق، ما ونقولوا حنا ما نعملوش شوي، ما نعملوش خشين باش يجي كي تعمروا في الحبه تاع البطاطا ما يجيش كما نقولوا حنايا النظره تاعها ماشي شاب. كي نكمل البطاطا تاع الدجاج نروح ديراكتومون باش نقلي البطاطا. هنا البطاطا كما كنت قلت لكم نكون رشيتها شويه بالملح في الوسط ونكون قلبتها باش تطلع هذاك الماء تاعها شويه. هنا نبدا نقلي فيها ونخليها كما نقولوا حنا ما نزيدلهاش النار بزاف بزاف حتى فاين ما طيبليش، كما نقولوا تبقى لي هكذاك تنحرق لي من برا ومن الداخل ما طيبليش. كما كنتوا تشوفوا فيا هنا بشويه بشويه كما نقولوا نقعد دائما قدامها نقعد نقلب فيها هكذا باش حتى طيب لي من الداخل وطيب لي من برا. انا هنا كيفاش نعرف لي البطاطا تاعي طابت؟ نتوشيها نبيكيها هكذا شويه بالفرشيطه تبان لي اسكو طابت ولا لا. ديريكتومون نمشيو نوجدوا لافارس تاعنا. لافارس تاعنا اللي قلنا فيها باللي البصل مقطع رقيق والدجاج. هنايا كنت عملت البصل باش نقليه باش يدبل لي شويه. هنايا بخيفيرونس كي ترمي البصل رشو بشويه تاع الملح باش يدبل لك بالخف، يطلع الماء تاعو ويدبل لك بالخف. كي نشوفوا البصل تاعنا باللي دبلنا شويه نمشيو نجيبو هذاك الدجاج ونبداو نزيدوه على هذاك البصل ونبداو نخلطو باش يبدا يطيب لنا عفوا. هنا اصلا نعمل لي زيبيس ما كانش بزاف حاجه نقولوا حنا باش ما يتبدلناش الكو بزاف، نمشيو نجيبو غير فلفل الكحل والزنجبيل. كما تعرفوا كمان باللي الزنجبيل يتماشى بزاف مع الدجاج. هنا نبداو نخلطوه حتى نشوفوا باللي الدجاج تاعنا بدا يدخلو طياب بدا يبيض لنا. اش نعملو هنايا نروحو ديريكتومون نجيبو السلق تاعنا. هنا السلق تاعي كنت انا ديجا نقيتو قطعتو رقيق وغسلته مليح مليح وخليته يطر. هنايا كي نعمل السلق تاعي نخلطو مع دوك المكونات ودو بريفيرونس كما نقولوا حنايا نغمو نغطيه باش يدبل لي بالخف. انا هنايا كنت نقلي فيه مليح مليح مع داك الدجاج وكامل. هنايا من بعد ما غطيته وبدبل لي داك السلق مع الدجاج والبصل كما كنت تشوف فيا هنا نروح ديريكتومون نجيب شويه تاع لا كريم فريش. انا هنايا نقول لك بالك عبات لي واحد النص كاس تاع لا كريم فريش، ماشي بزاف دو فاصون. هنا تعمل لا كريم فريش كما تعمل الحليب. انا دو بريفيرونس تعملوا لا كريم فريش خير باش يجيك الكو بنين، باسكو ما حناش ماشي نعملوا فيه الفرماج ولا حنا نكتفيو غير بلا كريم فريش في هاد الوصفه. هنايا كيفاش كي تشوف باللي لا كريم فريش تاعك غليت الغليه الاولى طفيلها باش ما تنشفلكش بالبزاف، باسكو حنا ماشي ندخلو ديجا لو فور. هنايا جبت الفرماج هذا الكاري قسمت الحبه على 4 باش ما نقولوا حنا باش ما تجي غير لداخل في وسط هذيك الحبه تاع البطاطا، وبديت نحط في كل حبه تاع بطاطا هذاك 4 تاع الفرماج الكاري هكذا كما كنتو تشوفوا فيا. نعمل في هذاك لو مول نحط ديك الحبه تاع الفرماج في الوسط ونسد في الحليبات تاع البطاطا في هذاك المول اللي باش نعملو ديريكتومون في
للفوغ. هنا بديت نحط هذيك لا فارس في وسط الحبه تاع ديك البطاطا، نعمر فيها كما كتشوفي هكذا. هنايا باش نهضر لكم على البطاطا هذيك اللي خويناها، هذاك اللي بقات الناس نعملوها، نمشيو نقليوها ونحطوها على جانب باش نعملوا بها كما نقولوا حنايا اومليت، باش ما تمشيش هذيك البطاطا ترميوها ولا ضياعه ماشي مليحه. نمشي نقليها ونخليها على جانب حتى نعاود نولي لها. هنا كما تشوفي انا نعمل هذاك الفرomاج غابي من الفوق، نروح نديهم ديريكتومون لو فوغ تاعنا. هنا هي دي البطاطا تاعي اللي كنت قليتها، اللي خويت هذاك اللب تاعها كما نقولوا حنايا، قليتو قطعته كما نقولوا شويه باش ما يبقاليش هكذاك فاخر، قطعته وقليته وزدتو على ديك لافاس اللي كتبقات لي شويه. هنايا نعمل نزيد عليها غير شويه تاع لاكريم فخاش، زوج معالق ولا 3 كبار باش ما تجينيش ناشفه. نخلطها ونفقص عليها البيض. هذا ما كان غادي نعملها كيما لاملات. هنايا من بعد ما خرجت البطاطا تاعي من الفوغ، هنا كنت وجدت ديجا لاصوص طوماط اللي ما كنتش هضرت لكم عليها، نسيت باش نقول لكم عليها. هنا بعد ما كنت وجدت لاصوص طوماط، نجيب هذاك لاصوص طوماط نحطها في الطبسيل تاعي ونحسد فوقها هذوك الحبيبات تاع البطاطا. هاد الوصفه بزاف خفيفه، والحبات تاع البطاطا هذيك ما تجيش ناشفه، تجي كون نقولوا حنايا تجي مسمخه لداخل، تجي طريه. وصلنا لنهايه لا فيديو، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم. تهلاو في رواحكم، بلا ما ننسى باش نقولكم تدعموني بلايك واشتراك وتبارطاجيو لا فيديو لحبابكم وصحابكم. نقولكم تهلاو في رواحكم والى اللقاء.